السيد الرئيس، الواقع أن الحكومات السابقة واللي كنت جزء منها كوزير الفلاحة خلات مشاكل، وفشلتوا في تدبيركم المخطط الأخضر اللي استنزف ملايير دراهم جيوب المغاربة واستنزف الفرصة المائية للبلاد، وقضيتوا على الفلاحة الصغار. اليوم وأنتم كرئيس الحكومة ملزوم عليكم تلقاو حلول وباستعجال للبطالة ولغلاء الأسعار. الدجاج السيد الوزير راه وصل 27 درهم. واش عباد الله جوج بحوره والمواطن كيشري السردين ب 30 درهم الكيلو؟ رخفوا شويه على المسكين، واللي ما قادش على المسؤوليه يحط السوارد. سمح لي السيد الرئيس، اليوم غادي نزول القبعه البرلمانيه وغنلبس قبعه رئيس الحكومه، وها الاجراءات اللي غنتاخذ. اولا غنرجع اثمنه المحروقات لاثمنتها الطبيعيه نظرا لانخفاضها عالميا. ثانيا لما يكون عندي الاكتفاء الذاتي ديال المواد الغذائيه عاد كيمكن لي نصدر حفاظا على كرامه الشعب المغربي. ثالثا غناخذ مبادرات جريئه لتمكين الفلاحه والكسابه الصغار من الاسمده من الاعلاف والزريعه باثمنه جد منخفضه، مع اعفاء تجار اسواق الجمله من الضرائب لمده معينه. كما سالتمس من امير المؤمنين حامي حمى المله والدين لينوب حفظه الله بذبح أضحية عيد الأضحى نيابة عن رعاياه الأوفياء. شكرا سيدة النائبة، انتهى التوقيت.